السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناة يوماتي انا وبناتي. لو اول مرة في قناتنا ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة سهلة وسريعة كده للفراخ المشوية. هنعمل كل حاجة في الخلاط زي ما انتم شايفين في الخلاط من غير اي مجهود يعني. هنا معانا المقادير، نقول بسم الله كده ونبدأ. طبعا انا لابسة جوانتي اهو عشان لازم هندعك الفراخ كده بعد ما نخلص التتبيلة. هنا معايا المقادير: بصلة كبيرة مقطعة 4 كده، فلفل رومي اخضر اهو مقطعاه برضو زي ما انتم شايفين كده مربعات كبيرة، ومعايا فصين صغيرين توم، معايا هنا طماطمايه كبيرة مقطعاها برضو، معايا هنا التوابل. هنقول هنا معلقة كبيرة مرقة، ومعلقة صغيرة شطة اختياري طبعا، ولا قلورة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة كاتشب، ومعلقة كبيرة صلصة. تمام. وهنا معايا صويا صوص الغامق. لو ما عندكش صويا صوص ما تحطيش، مش لازم على فكرة، وممكن بديلها تحطي عسل اسود. لو ما عندكش صويا صوص حطي بديلها عسل اسود. تمام. وهنا معايا فرخة على حسب الحجم اللي انت هتجيبيه. هنا انا جايبة فرخة غسلتها ونجحتها وبقت زي الفل يعني كده زي ما انتم شايفين، بس هو الجلد كده اتقطع مني فمش مشكلة يعني. تمام. هنقول بسم الله ونبدأ مع بعض. ومعايا خلاط طبعا اللي هنعمل فيه الخلطة بتاعتنا اهو. هنقول بسم الله. هنحط بقى ايه؟ البصل والفلفل والثوم، البصل والفلفل والثوم، هنحط كل حاجة يعني، والطماطم. هنحط بقى التوابل كلها اهو. نقول بسم الله ونحط بالراحة كده. ولو مش حابة على فكرة تعملها في الخلاط اعمليها في الكبة عادي، وممكن من غير كبة ولا خلاط يعني. بتبشر البصل والثوم برضو بتقطعيه كده صغير، وبتبشر الطماطم وبتعمليها برضو سريع. نجيب لكم حاجة سهلة وسريعة مش هتاخد وقت. حالا يعني بسرعة تحطيهم في الخلاط وبسرعة تتضرب من غير اي مجهود يعني. هنا معايا خل، هحط معلقة كبيرة خل، هحط معلقة كبيرة صويا صوص اهو. لو ما عندكش صويا صوص حطي عسل اسود. بس كده هنضربهم كده مع بعض ونرجع لهم، استنوني. وكده بعد ما خلطتهم اوريكم القوام ازاي. بصوا تخيني يعني، عايزه القوام كده يكون فيه حبيبات، ما يبقاش عصير. ما تخلوش عصير يا جماعه، خليه كده بصوا زي كانه مبشور يعني، الحاجات مبشوره، فاهمين؟ ما تخلوش عصير كده زي العصير، لا. تمام. هنجيب الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين. طبعا هي مشوه، الجلد مشوه بتاعها، بس مش مشكله يعني، مش هيعمل حاجه. هنلبس جوانت كده في ايدينا شريحه البصل والثوم. نقول بسم الله. لا الاول ثواني، الاول قبل ما نحط هنجيب سكينه ونعمل كده فتحات زي ما انتم شايفين. انا عامله فتحات هنا. هنجي في الورك ونغرزها كده عشان تاخد من التتبيله كده جوه، فاهمين؟ اهو نغرزها كده بالسكينه عشان يبقى كل الطعم كده واحد، واللحم اللي من جوه ده ياخد من التتبيله. تمام. نلف بقى في الورك زي ما انتم شايفين كده اهو. الورك التاني برضو اهو. تمام. والجلد من تحت الجلد هو مفتوح لوحده يعني، مش محتاج ان انا افتح. تمام. هننزل بقى بالتتبيله بسم الله اهو. شايفين شكلها يعني مشهي من قبل ما
هنجيب الجوانتي كده بايدينا بقى وندعك كويس. شايفين؟ ندعك كده من جوه برضو، ندخل جوه كده في الفرخة من جوه اهو. لو مش حابين شطة يا جماعة متحطوش شطة، الشطة دي اختياري. والصويا صوص دي مكانه عسل اسود، عسل اسود اهو. لو حابين تحطوا تحتيها بصل مثلا، قطع طماطم وبصل وبطاطس وكده، حطوا عادي، كل حاجة بتنفع. هنحط كده ما بين الاوراق كده والجلد بتاع الورك، بصوا اهو كده زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين؟ عارفة كده كويس بس. وكده خلاص بعد ما خلصت اهو. هو الجلد طبعا مش عارفه ايه اتقطع مني. وكده خلاص بعد ما خلصت اهو تمام. هنسيبها في الثلاجة لغايه لما تاخد كده في التتبيله كويس، يعني على اقل حاجه 3 ساعات، اقل حاجه 3 ساعات عشان تاخد من الطعم كده تبقى حلوه. انا طبعا عاملاها من بالليل، فهسيبها لغايه الصبح ان شاء الله. هنحطها في الفرن ونشوف هتبقى شكلها ايه مع بعض، استنوني. بعد ما خلصت اهي، هي خدت لها بتاع ساعة ساعتين، خدت لها بتاع ساعة ونص كده في الفرن، وشكلها بعد ما خلصت. طبعا لو عايزين طعم التتبيلة يكون ظاهر فيها اكتر بتسيبيها من بالليل لغاية الصبح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا اشتراك، تفعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. مع السلامة.